السلام عليكم، مرحبا بكم عند لي سافور دو لا تركيا افيك نزيهة. شوفوا الله الله هاد لي غوز لي مي. جبت لكم وصفة لي غوز لي مي اللي هما المحاجب التركية، نقدروا نقولوا لهم محاجب. فوالا وصفة أكثر من رائعة بمقادير جد بسيطة. وصفة ما تتعبكمش وصدقوني ناجحة 100%. فوالا جربوهم إن شاء الله. هنا واش نسحقوا؟ هنا حضرت حوالي 800 غرام تاع الفرينة، يعني ما درتش كمية كبيرة. درت حوالي مغرفة تاع العشاء تاع خميرة الخبز، الملح وطميت بالماء كيما راكو تشوفوا. الماء لا ملدد، الماء ملدد. فوالا نطموا لاباط تاعنا غير بالعقل، روحوا مع الماء باش نتحصلوا على عجينه كيما راكو تشوفوا كيش راهي تتلاصق. هنا نقيت يديا مليح بالفرينه وعجنتها، صدقوني ما عجنتهاش بزاف والله، حتى ولات دخلت هذيك الفرينه ولات ما تلصقش بزاف. هنا واش نديروا في لافارس تاع جوز ليمي تاع المحاجب التركيه. هنا قليت شويه بصل بزيت الزيتون، حطيت البطاطا تغلي. دونك ندير شوفوا كيش عجنتها، راهي معجونه يعني ماشي بزاف، حوالي دقيقتين ولا ثلاثه. هنا البصل بعد ما تقلى اون لا كاراميليزي، درنا له الملح فلفل الكحل وشويه بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر. فوالا هنا بعد ما خمرت خلوها تريح، نخلوها تخمر. هنا نديرو الفرينه مليح في البلاطو تاعنا، ونحطو الفرينه اللي هي الطحينه ولا الطحين هي الفرينه. حطيت لور بينير اللي هي الفته مع ازينه بينير اللي هو نوع من الفرماج التركي. ودرت هذيك البطاطا بعد ما رحيتها جلي اكرازي وخلطتها مع البصل هذاك اللي طاب في زيت الزيتون. فوالا وليكم الاختيار، كل واحد واش يحب يعمل داخل. تقدروا ديروا السلق، تقدروا ديروا يعني فرماج مع المعدنوس، الفته مع المعدنوس، كل واحد واش يحب يدير. شوفوا هنايا لاباط كيش حليتها الرقيقه، يعني نحلوها رقيقه قد ما نقدروا. فوالا ماشي بزاف 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 يعني رقيقه، ولكن هذا وصفات واحده اخرى تاع الجوز ليمي، يعني كي نحلوهم ما نديرولهمش ليدام، صدقوني يجوا احسن واحسن. هنايا الاتراك كيما نعرفوهم ما يحبوش يديروا بزاف لافارس، نديروا غير شويه. درت زوج انواع، درت النوع تاع البطاطا ودرت النوع تاع الفرماج. فوالا نغلقوهم، نزيروا مليح عليها. وانتوما والمقلاة تاعكم تحبوا ديروهم اصغر على هادي. فوالا نحيوت قطعتها بالجريوره ونحيت هذاك الزايد، نرفدوهم غير بالعقل برك ونحطوهم بلا زيت بلا والو. بعد ما تسخن المقله نحطوهم ولا الطاوه. فوالا طيابهم يطيب على نار متوسطه، ما نقويوش بزاف النار، نغلقوا مليح الجوانب باش الفرماج ولا لافاخس تاعنا ما تخرجش. فوالا ونخليوها طيب في غرتها يعني بعقلها. ومن بعد كي نقلبوها نديروا لها رشه تاع الزيت. انا صدقوني عندي زيت الزيتون مليحه، دونك درت لهم زيت الزيتون باش يجوا يبرقوا. فوالا وهنا تاني نزيدوا لها تاني كي نقلبوها نزيدوا لها شويه زيت الزيتون ويطيبوا. نخلوهم يحمروا ويطيبونا مليح على نار متوسطة حتى وين نكملوا كامل الكمية ديالنا كيما راكو تشوفوا. من أروع ما يكون، صدقوني الوصفة أكثر من رائعة، بنان بنان وخفاف، تعرفوا كي نقول لكم يشهيو يشهيو. ما شاء الله جربوا هاد الوصفة هادي وما تنساوش تدعيو النازهة بالخير. فوالا وصفة جد سهلة، مليحة في زمان الشتا ومليحة في الصيف. هنا ما بقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، شاهدكم في الجنة. كل شروز الله ما نتولن. مع السلامة. سلام.